تخيل أسطول بحري ضخم جدا بيضم أكتر من 600 سفينة وعليها آلاف الجنود من كل دول أوروبا، كلهم متجمعين لغرض واحد بس: سحق البحرية الإسلامية في البحر المتوسط للأبد. في المقابل كان في قائد مسلم شعره أحمر ولحيته حمراء، معاه عدد سفن أقل بكتير، والكل كان متوقع إن البحر هيتحول لمقبرة للعرب. لكن بطلنا ده كان ملك البحار اللي ما بيعرفش المستحيل. في معركة بروزة التاريخية بطلنا عمل مناورة عسكرية بتدرس لحد النهاردة في الأكاديميات البحرية العالمية. بدل ما يستنى العدو يهجم، هو اللي فاجئهم وهجم في قلب التشكيل بتاعهم بطريقة الصدمة الخاطفة. الرياح كانت ضده، لكنه استغل مهارته في تحريك السفن وخلى الأسطول الأوروبي يضرب في بعضه. في ساعات قليلة تحول التحالف الصليبي لركام في قاع البحر، وبطلنا فرض سيطرة الإسلام على البحر المتوسط لمدة 300 سنة كاملة من غير منازع. الغريب إن الإعلام الغربي حاول يشوه صورته ويطلعه في الأفلام على إنه قرصان شرير، بس الحقيقة إنه كان مجاهد عظيم، أنقذ آلاف الأندلسيين من محاكم التفتيش ونقلهم بسفنه لبر الأمان. كان لما بيمشي في شوارع اسطنبول الناس بتبصله بفخر، لأنه الراجل اللي خلى ملوك أوروبا يرتعشوا من مجرد ذكر اسمه. والبطل ده هو خير الدين بربروسا. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.